السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. اولا احب اشكر جميع المشتركين معايا على اليوتيوب ومتابعينا اول باول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. ثانيا فيديو النهارده ان شاء الله هنعرف فيه مع بعض ازاي نعمل آلة غزل بنات، وده هيبقى تاني فيديو ليا عن كيفية عمل غزل بنات، بس ده هيبقى اقوى شوية واكبر في الحجم وبأدوات بسيطة جدا جدا جدا. كل اللي احنا هنحتاجه مروحة فانا، مروحة كمبيوتر زي كده، ودي تقدر تجيبها من عند اي حد بتاع صيانة كمبيوتر، سعرها من 5 ل 10 جنيه. وعلبة سلامون فاضية بالمنظر ده نغسلها كويس. تمام. وهنحتاج له ولعتين من دول، ولعتين اللي هم بتوع الفرن دول. تمام. وهنحتاج لحتة النحاسة دي يا جماعة موجودة في أي دواية كهرباء بتاعت لمبة. تمام. هتشيلها منها بالمسمارين دول، أو ممكن تستخدم مسمار بصامولة، مفيش أي مشكلة. وهنحتاج لغطا ازازة بلاستيك زي كده. قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة أحب أفكركم بالمسابقة اللي أنا عاملها. المسابقة خاصة للمشتركين معايا على القناة، وتعتبر مكافأة مني على دعمهم المتواصل وتشجيعهم ليا، بجد تستحقوا أكتر من كده. الهدايا عبارة عن سماعة بيتس، وساعة أندرويد، وساعة أبل، ونظارة الواقع الافتراضي. وبإذن الله رب العالمين عند الوصول إلى 100,000 مشترك سوف أقوم بإضافة هدايا جديدة، وهما ايفون 6 بلس، سامسونج جالاكسي اس 7. شروط المسابقة سهلة جدا يا جماعة، وأي حد يقدر يعملها، وهي الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك مع قناة الاختراع المصري مع محمد عادل. 2 عمل لايك للفيديو. 3 مشاركة الفيديو مع الأصدقاء على الفيسبوك وجوجل بلس. 4 تعليق واحد فقط لا غير، لازم تعلق على الفيديو عشان أقدر أوصلك وتقول رأيك في الفيديو بكل صراحة. وسوف يتم الإعلان عن الفائز بإذن الله في كل فيديو بعد مرور 3 أيام من نشر الفيديو، والفائز عشوائي وليس اختياري. وألف مبروك مقدما للفائز، وهارد لك للجميع. ويلا بينا نتابع الفيديو النهارده. اول حاجه هنعملها، هنحدد نقطه صغيره كده في النص بالظبط على قد المسمار. تمام. هنفتحها، بعد كده هنجيب المسمار ونعديه من هنا كده. تمام. يبقى عندنا المنظر اللي حضرتك شايفينه ده. هنجيب دي بعد كده هنجيب الغطا وهنفتح له فتحة صغيرة كده على قد المسمار. نعدي المسمار من جوه كده. تمام. وهنربط المسمار هنا بالمنظر ده. وكده بقى عندنا المنظر حضرتك شايفينه ده. هنجيب مسدس الشمع بعد كده هنخرمها بالمنظر ده كده. وهكذا هنلف عليها دايما يدور كده بالمنظر ده خرام. كده بقى عندنا المنظر ده. بعد كده هنجيب المروحة وهنطير الريش دي باستخدام بنسة او اي حاجة. تمام. هطيرهم وارجع لكم تاني. كده انا شلت 4 ريش، فاضل 3. كمل. وكده اكون شلت كل الريش
زي ما حضراتكم شايفين. تمام. بعد كده هنجيب المروحه ونحطها في الطبق بالمنظر ده، وهنلحمها باستخدام مسدس الشمع كده. في نص الطبق بالظبط. طيب بعد كده هنفتح فتحة صغيرة هنا كده، نعدي منها السلك، فتحة زي كده زي ما حضراتكم شايفين، نعدي منها السلك بالمنظر ده زي كده. تمام. هنقلب الطبق وهنلحم السلك بالسيليكون بالمنظر ده من ورا. بعد كده هنلحم دي هنا باستخدام الشمع. وكده بقى عندنا المنظر حضراتكم شايفينه ده. تمام. بعد كده هنفتح فتحتين للولاعة من هنا مثلا كده، فتحة الناحية التانية قصادها بالظبط هنا كده. وبكده نكون فتحنا فتحتين زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، عشان خاطر الولاعتين. طيب هنركب الولاعات بالمنظر ده كده. هنلحم على كده باستخدام السيليكون. وبكده نكون ركبنا اول ولاعة، فاضل التانية هنركبها بنفس الطريقة برضو. هنجيب ازازة كنز زي كده، هنمشي عليها بالشمع بالمنظر ده. هنلحمها هنا كده. هنجيب واحدة كمان نفس النظام. قصادها بالظبط هنا. هنجيب ازازة كنز كمان زي كده. هنلحمها هنا كده. هنجيب واحدة كمان نفس الطريقة.
طبعا اللي احنا عملناه ده يا جماعه نظام ريجول للآلة. تمام. بعد كده هنجيب بطارية 9 فولت او شحن 12 فولت زي كده. تمام. شاحن راوتر بتاع النت. بعد كده هنجيب عصايتين خشب زي كده، حتتين صغيرين عشان نولع بيهم الولاعة اوتوماتيك. هنولع الولاعة كده. تمام. والناحية التانية نفس النظام زي ما حضراتكم شايفين. انا مولع اهو. هنحط السكر. تمام. هنستنى شوية على ما يسيح. اتمنى ان الفيديو يكون واضح وانه يعجب الجميع، ولو عجبك طبعا ما تنساش عمل لايك للفيديو والاشتراك معايا في قناه الاختراع المصري مع محمد عادل، وما تنساش المسابقه وشروط المسابقه وهي عمل لايك والشير للفيديو والاشتراك معايا وعمل كومنت. لازم تقول تعليق عشان اقدر اوصلك لو انت من الفائزين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.